أود أن أنوه إلى شيئين. طبعا الموضوع اللي اتكلمت عليه أول امبارح اللي هو موضوع طعمة بن أبيرق الذي سرق درع رجل من الأنصار، وقد غزا هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة غزوات، وذهب للنبي يشكو طعمة إن طعمة قد سرق درعي. فلما استدعى النبي صلى الله عليه وسلم طعمة لم يأتي إليه طعمة وإنما أتى أهل طعمة. وإحنا قلنا إن طعمة عمل شيء غريب، إن هو قال لأهله أنا فعلا سرقت الدرع، لكن أنا بعد ما سرقته رميته في بيت واحد تاني. إن ذهبتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا طعمة لم يسرق. وده ليه؟ حتى لا يشاع بين الناس أن طعمة لص وسارق. فطبعا ذهب أهل طعمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن طعمة لم يسرق درع هذا الرجل، ولكن يا رسول الله نخبرك بمن سرق. ثم اتهموا صاحب الدار الذين قد ألقوا في بيته بدرع هذا الرجل، واتهموا هذا البريء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي سرق. وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدافع عن طعمة أمام الناس، لأن دفاع النبي عن طعمة يزيل عنه الجريمة حتى وإن حدثت منه، لكنهم يخادعون الله وهو خادعهم. لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما توقعوا ولو للحظة أو ظنوا ولو للحظة أن النبي متصل بالسماء، متصل بمن يعلم السر وأخفى. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدافع عن طعمة أمام الناس، وفي لحظة همه نزل عليه قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي ولا تكن للخائنين مدافعا، أي لا تدافع عن الخائنين، لا تدافع عن السارقين، لا تدافع عمن فعلوا الجريمة في الأصل، ثم بعد ذلك يتهم به رجل بريء، حتى أن الله تبارك وتعالى قال بعدها ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا، كما قال الله تبارك وتعالى. يعني حبيت أوضح النقطة دي علشان عم ناصر قال أنا ولا تكن للخائنين خصيما، يعني مدافعا، يعني محام عنهم. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فهو حديث صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يتكلم فيه عن حقوق الجار. ما أنا قلتها قبل كده يبقى والناس سمعتها فالتكرار، يعني مش قلتها، حكيت أو فسرت الآيات كلها. لكن الحديث الذي صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجار، وأنا كنت قلت الحديث ده من حوالي 40 يوم أو أقل حتى، لما اتكلمت عن خطبة عن الجار قريب في المسجد الجبلي، ويبدو أن بعض الناس لم تلتفت إلى خطر الحديث. هو الحديث جملة واحدة بس قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم حرمة الجار كحرمة الأم. حرمة الجار
كحرمة الأم. يعني تصوروا عندما يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الجار ويعظم حرمته ويشبه حرمة الجار كحرمة الأم. والتشبيهات في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة، يعني كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يشبه الخالة بالأم فيقول الخالة صنو الأم، فمن لم يدرك أمه ببرها فليدرك خالته، والعم صنو الأب. حتى إن بعض المفسرين قالوا إن إبراهيم عليه السلام لم يكن أبوه الحقيقي اسمه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يقولوا لا، الأبوة هنا تكون للعم أو للجد. حتى إن المفسرين اللي قالوا الكلام ده قالوا لو إن آزر أبو إبراهيم ما كانش ربنا ذكر اسمه بعد كلمة أبيه، هو قال لي أبيه وذكر الاسم. زي مثلا أنا أقول إيه؟ أبويا عبد العال، إذن هو مش أبويا اللي خلفني. ليه؟ لأن أنا ذكرت اسمه بعد كلمة أبويا. لكن لو قلت أبويا بس يبقى أقصد مين؟ أبويا اللي خلفني، صح ولا إيه؟ فيعني الخالة صنو الأم والعم صنو الأب. والتشبيهات في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن هناك أحاديث يعني تعضد هذا الحديث وتقويه. عندما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قلنا حرام حرمه الله ورسوله. فقال المصطفى لأن يزني الرجل ب10 نسوة أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال لأن يسرق الرجل من 10 أبيات، يعني من 10 بيوت، خير له من أن يسرق من بيت جاره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم 3 مرات. طيب ماشي. أقسم 3 مرات، قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، والله لا يؤمن. يقسم 3 مرات. من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من لا يأمن جاره أذاه. ولذلك لما ذهب بخصوص الآذى، يعني لما ذهب رجل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أريد أن أكون أعبد الناس. فقال له المصطفى تؤمن بالله ورسوله؟ فقال له يا رسول الله إن مع الإيمان عمل. طيب أؤمن، أنا مؤمن، بس مع الإيمان عمل، لأن رب سبحانه وتعالى يقرن العمل بالإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يبقى إيه؟ الإيمان هو الأساس، أساس البيت. البيت هو الإسلام، الأساس الإيمان. طيب الأساس ده أنا هبني عليه، يبقى إن مع الإيمان عمل يا رسول الله، اللي أنا هبني على الأساس هو العمل. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم تنفق مما أعطاك الله، ربنا وسع عليك، طلع. فقال يا رسول الله أرأيت لو كنت فقيرا لا أجد، أنا نفسي فقير، أنا عايز اللي يتصدق علي. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم تصنع لأخرق. يعني إيه تصنع لأخرق؟ يعني تعين عاجزا. واحد أعمى هيعبر الشارع عديه،
واحد محتاج مساعدتك في حاجة وربنا يعطيك العافية، اقضي له حاجته. فقال يا رسول الله، ده واحد جاي يسدها من كل ناحية. قال له يا رسول الله أرأيت لو كنت أنا أخرق، أنا اللي عاجز بقى. طبعا كل ما النبي يقول له حاجة يقول له مش عارف ايه، كل ما النبي يقول له حاجة يقول. فالنبي قال له الجملة بقت الأخيرة اللي هو المفروض كل واحد فينا فعلا يطبقها يعني بحذافيرها. قال له جملة، قال له ايه؟ قال له أنا اللي عاجز يا رسول الله، أنا عايز اللي يعيني. فقال له المصطفى فكف أذاك عن الخلق تكن أعبد الناس. نعم، كف أذاك عن الخلق تكن أعبد الناس. والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان بيقول إنما بعثت لأتمم. إذن هو يتمم، يبقى رسول الله يكمل. طب هو بيكمل بإيه؟ يكمل بالتوحيد. ليه؟ لأن العرب كان عندهم أخلاق بس من غير توحيد. يبقى إذن هم كان عندهم أخلاق من غير أساس. إحنا بقت عايزين نحط أساس للأخلاق دي، حتى إن عنترة بن شداد طبعا ده عشان أدلل لك على إن العرب كان عندهم أخلاق. يعني يقول لك وأغض الطرف عن بيت جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أخلاق دي ولا مش أخلاق؟ وأغض الطرف عن بيت جارتي. هو بيقول أنا أحط عيني كده في الأرض لما جارتي تبقى معدية، ومش هحط عيني في الأرض وبس، ده أنا ما اتحركش من مكاني، عشان لو اتحركت ممكن أجلجها. فهيعمل إيه بقى؟ يغض الطرف عن مين؟ عن بيت جارتي حتى يواري جارتي مأواه، لحد ما تتداير خالص وتخفى عن العيون. هذه أخلاق يا أخوان. والمصطفى صلى الله عليه وسلم تكلم كثيرا عن أخلاق العرب، وتكلم عن بيت عبد الله بن جدعان الذي كان يصلح فيه في الخصومات، وتكلم كثيرا. والمصطفى ما بعث إلا ليتمم. يتمم يعني إيه يا أخوانا؟ يؤسس، يعني يخلي للأخلاق أساس. إذن الأخلاق كانت موجودة والمصطفى جاء عشان يعمل لها إيه؟ بدليل. اقرأوا معايا كده في سورة الإسراء، ربنا بيقول إيه؟ يضع الأساس أولا، قبل بقى موضوع الأخلاق ومش الأخلاق والكلام ده كله، نحط الأساس. يقول لك إيه؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. دي الأساس. وبيكمل في الأساس ويقول لك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. كده احنا خلصنا من الأساس. تعالوا بقى نبني على الأساس. طب هو الأساس ده يغير في الأخلاق إيه؟ الأساس يغير في الأخلاق بتاعتنا إيه؟ طب ما العرب كان عندهم كرم، وإحنا ربنا أمرنا بالكرم، بس إيه الفرق بين كرم المسلمين وكرم العرب قبل الإسلام؟ إن كرمنا إحنا بنعمله لوجه الله إرضاء له، لكن كرم العرب كان فخر. فهمتوا الفرق يا إخوانا ولا لا؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يضع الأساس أولا. يقول لك خلي بالك أنت ما تعبدش غيري، دي أول حاجة. وطالما إن أنت مش هتعبد غيري يبقى هتعمل اللي هقول لك عليه عشان ترضيني. عشان إيه؟ ولذلك أكتر حاجة الإسلام يكرهها يا إخوانا مبدأ النفعية. وإحنا ماشيين بمبدأ النفعية دلوقتي، ودي مصيبة طامة على المسلمين. وأنا قلت للناس أكتر من مرة اوعى تفكروا اللي أنتوا بتعملوه ده صلة رحم. المواجب والكلام الفارغ بتاعنا ده، لا لا، إذا كنتوا تفكروا إن دي صلة الرحم اللي قال عليها المصطفى يبقى أنتوا غلطانين. لا. ليه؟ لأن المواضيع دي متعلقة بمبدأ النفعية. بمعنى إيه؟ بمعنى فلان مريض ما تروح تزوره. لا مش هزوره. ليه؟ أبويا كان مريض من شهرين وما لا جه ولا عبرني، وأنا كمان اللي ما يعبرنيش مصيبة كبيرة دي على المسلمين يا إخوان. لا ده أنت هتروح تعبره عشان مش ترضيه هو،
ده عشان ترضي مين؟ اللي هو قالك أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، ولا إيه؟ يبقى فهمتوا يا جماعة إيه فرق الخلق في الإسلام والخلق قبل الإسلام؟ شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يضع الأساس أولا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. انتهينا من الأساس. تعالوا بقى نبني مع بعض البيت. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. ابني وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ابني ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ابني ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ابني ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ابني ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد. قبليها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ابني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ابني ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ابني ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وبعد كده في الآخر برضو يأكد لك على الأساس: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يبقى كده يا جماعة احنا كده فهمنا ايه بقى؟ فهمنا ان الأخلاق لازم يبقى لها ايه؟ يبقى لها أساس. لكن موضوع النفعية جاب لي واجب اودي له واجب ده من صلة رحم. ده صلة الرحم ان انت توصل اللي مقاطعك. هنفهم امتى؟ انا بكلم الدنيا كلها بقول احنا هنفهم امتى الحكايه دي؟ يا اخي صله ده انا بقول لك صله، يعني انا بقول لك اوصل، يبقى انا طالما قلت لك اوصل يبقى في شيء مقطوع اما اقول لك اوصل. صله الرحم ان انت توصل البعيد، القريب موصول بيك طبيعي. انا عايز الحته المقطوعه انت تجبرها توصلها ببعضها. اللي كرهك روح له يا الله، حتى ايوه اللي كرهك روح له. ولذلك يا اخوانا ليه صلة الرحم ربنا سبحانه وتعالى جعل لها جزاء وجعل اللي يقطع الرحم ده ملعون. ملعون ليه بقى؟ لان اللي يقطع الرحم ده عمل شيء فظيع. ايه اللي عمله؟ خلى كرامته عنده اكبر من ربنا. هو انا قال لي خليني مستمر في الخصومه مع واحد الا كرامتي؟ كرامتك اللي بتنجح عليك. اهو ربنا بيخيرك بين حاجتين، يقول لك لا رضايا لا كرامتك. فاللي اختار كرامته ربنا لعنه، واللي اختار رضاه هو اللي عنده المكرم. صح ولا ايه؟ مش ربنا بيقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ ما لهم يا رب؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فلازم نفهم الحكايه دي كويس يا جماعه. الاسلام اكتر شيء يكرهه مبدا النفعيه. اللي يقدرنا قدره واللي ما يقدرنيش ما قدر. غلط. اللي ما يقدركش قدره، مش عشان ترضيه هو، عشان ترضي اللي خلقه وخلقك. هي دي الفكره يا اخوان. الشيخ انا طولت. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. لا خلاص، لا عشان ما أقوم بدري المدرسة. يوم يجمع الله الرسل، هذا الجمع يتم يوم القيامة. ماذا أجبتم؟ هل بلغتم؟ نعم بلغنا. وبأي شيء أجبتم؟ أي بأي شيء أجابكم قومكم؟ قالوا
لا علم لنا. ابن كثير يقول لك هم قالوا لا علم لنا ليه؟ بيقول لك فزعا من أهوال يوم القيامة. فزعا من الأهوال، هم عارفين، هم عندهم العلم بس فزعا من الأهوال قالوا ما نعرفش حاجة. تصوروا يا إخواننا لما الأهوال تبقى شديدة لدرجة إن الأنبياء خلاص اختلط كل شيء ببعضه وأصبحوا لا يعلمون شيئا بعد علم كبير. لا علم لنا. وطبعا الأهوال المصطفى صلى الله عليه وسلم باختصار قال من أراد أن يرى أهوال القيامة رأي العين فليقرأ سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة القارعة. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا البحار سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. أنا لو هحكي معاكم في كل آية بس إذا الشمس كورت بس وهحكي في التفاصيل يبقى مش هيكفينا ليالي رمضان كلها، لكن أنا بقول لكم باختصار يا إخوان. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. بعثرت يعني إيه؟ هي دي حاجة واحدة من ضمن الحاجات بس. وإذا القبور بعثرت يعني اختلطت ببعضها بعضا فاختلط العظام وكل شيء اختلط في بعضه. يقول لك قال ايه؟ ده التربة دي بتاعتنا والتربة دي بتاعتنا، التربة دي بتاع عيلة فلان واحنا مقسمينها وموزعينها، كله ده يختلط ببعض، لا نعرف ده عظم مين ولا ده، كله خلاص اختلط ببعضه اختلاطا كاملا. لكن من الذي يقدر على فصله؟ من القادر على جمعه؟ ولذلك حكى المصطفى صلى الله عليه وسلم حكاية ان في واحد قال كان هناك رجل في من كان قبلكم، ما نعرفش بقى كان في بني إسرائيل ولا كان في مين، لكن هو المصطفى قال في من كان قبلكم. لما حضرته سكرات الموت جمع أولاده فقال لهم أنا كيف كنت لكم؟ فقالوا كنت لنا خير أب. كنت أب يعني ما فيش بعد كده، أجمل أب وأحلى أب. فقال أفإن وصيتكم بشيء تطيعوني فيه؟ قالوا نعم يا أبانا. قال إذا أنا مت فاحرقوني كما يفعل الهنود الآن، فاحرقوني ثم بعد حرقي جففوني ثم بعد تجفيفي اطحنوني حتى إذا صرت كالزر يعني كذرات الطحين تعالوا في يوم شديد ريحه وخذوا نصف هذا الزر فألقوه في البحر ونصفه الآخر فألقوه في البر. فلما مات الرجل فعل أولاده ما وصى به. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فلما حدث ذلك نادى الله على الذرات أن تجمعي فتجمعت. القادر من؟ ثم نادى على العظام أن تراكبي فتراكبت. العظيم من؟ ثم نادى على اللحم أن يكسي العظام فكساه. ثم نفخ فيه الروح فلما وقف بين يدي ربه ارتعت فقال له ربه يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟
فقال له: من أجل خوفي وخشيتي منك يا رب. فقال الله تعالى له: فمن أجل خوفك وخشيتك مني رحمتك وأدخلتك الجنة. نعم. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه، العبرة هنا للأعمال وليست للأنساب. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هكذا وضح المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. العبرة بماذا يا رب؟ العبرة بالعمل. فمن ثقلت موازينه أي بالأعمال فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. كان الشيخ بيقول لنا يا رب، لكن هنعمل ايه في الشجا؟ احنا اهل شجا. كان بيقول لنا وكان بيقول اسمعوا وما تركزوش في اللي طول واللي قصر، ركزوا في الكلام نفسه. ما هو ما فيش حاجة هتنفع غير هو الكلام ده، غيره لا. كان بيقول لنا كتير يا رب، لكن احنا اهل شجا، غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. لكن الحياة الدنيا مرة واحدة وليست بمرتين. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية. كنتوا بتتنجوروا عليهم، كنتوا بتسخروا منهم. وربنا قالها في مكان تاني: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الجزاء من جنس العمل. كنت بتتنجور عليه في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى هيوري مصير اللي كان بيتنجور ده وهو في جهنم للمؤمن اللي قاعد على الأريكة بتاعته في الجنة. ولذلك ربنا في الآخر يقول ايه؟ هل أخذوا جزاءه؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم يا إخوة، العبرة ليست للأنساب وليست للأحساب وليست للمال وإنما العبرة بالعمل. ولذلك قالها الله تبارك وتعالى: إني ما أكرمت عبدي لكرامته علي ولا أهنت عبدي لهوانه علي، وما أكرمت عندما وسعت ولا أهنت عندما ضيقت، ولكن أكرم من أكرم بطاعتي وأهين من أهين بمعصيتي. فالكريم عند الله هو من؟ هو المستقيم. طب والمهان عند الله من؟ المنحرف العاصي المجرم، هو ده المهان عند ربنا سبحانه وتعالى. وربنا حكم في المسألة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. والسؤال: لماذا يكرمه؟ يكرمك بتاع ايه يعني؟ لما ربنا يوسع عليك ويديك شوية فلوس يعني انت بيقول ده انا ربنا كرمني واعطاني فلوس؟ غلط. قول ربنا اختبرني واعطاني فلوس، لان ربنا قال في الاول: فاما الانسان اذا ما ابتلاه. اذا ما ابتلاه، هل انت افضل من سليمان؟ اعطاه الله الملك والحكم والنبوة، ولقد اتينا داود وسليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ووارث سليمان داود. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ولكن سليمان فهمها، احنا اللي مش فاهمينها. ليه؟ لأنه في نهاية القصة قال ايه؟ قال: هذا من فضل ربي. ليه؟ ليبلوني، يعني ليختبرني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ولذلك
لما جاء أسلم يهودي في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أعز 3 أشياء في حياته، أو أعز ما يملك الإنسان في حياته. كان عنده ولد وحيد، كان عنده مال كتير، ما شاء الله كان عنده عافية. فأول ما دخل الإسلام فقد عينه، عمي أول ما دخل. طيب وبعد كده فقد ولده الوحيد. شوفوا الاختبار يا اخوان. طب وبعد كده فقد ماله كله. يبقى ال3 حاجات بقى فيهم زيرو، لا في عينين يشوف، ولا في ولد يسنده ويقويه ضد الكبر والعجز، ولا فيه مال حتى. وبعدين رجع اليهودي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله أقلني من الإسلام، أنا عايز ارتد، أنا عايز أطلع من الإسلام ده. فقال له: ليه؟ قال له: منذ أن أسلمت لم يصبني خير، وإنما أصابني الشر كله. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أخانا، إن الإسلام لا يقال منه، ولكن الإسلام يفتن الرجال كما تفتن النار خبث الحديد. ثم تلا قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك، فإن أصابه خير اطمأن به. قال: ده ربنا راضي عليه، ده ربنا ده جميل، والإسلام ده جميل، ده احنا في نعم، ده احنا في جمال. طب وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. شوف ربنا يقول لك: خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يوم يجمع الله الرسل، الجمع يتم في يوم القيامة. ثم إن الله عندما يجمع الرسل يأتي بقوم الرسل. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يؤتى بنوح فيقول له ربه: يا نوح، هل بلغت قومك؟ فيقول: يا رب نعم. فيقول الله تبارك وتعالى لأمة نوح: هل بلغكم نوح؟ خلوا بالكم، اللئيم في الدنيا هيبقى لئيم في الآخرة. بس المشكلة في الآخرة إن جوارحك إيه اللي هتشهد عليك. حتى أنت هتقول لجوارحك إيه؟ أتشهدون علي وعنكن كنت أناضل؟ فيقولون: ليس الأمر بيدنا، وإنما أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يقول الله لقوم نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير. ده انتوا فجرة 1000 سنة إلا 50 عام، وفي النهاية تقولوا ما أتانا، ما شفناش ولا نعرفه. إيه الفجور ده يا إخوان؟ ده سيدنا نوح حتى ربنا سبحانه وتعالى حكى إنه ما في فن من فنون الدعوة إلا ومارسه. مش هو اللي بيقول: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. زهقت أنا؟ لا، ثم إني دعوتهم جهارا. زهقت بقى أنا ومليت، ما نفعش دي الطريقة دي، ما نفعتش. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج. لكن ده كله ما نفعش. فربنا يقول لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير. فيقول الله تبارك وتعالى لنوح: يا نوح، من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ فين الشهود؟ فيقول نوح: يشهد لي محمد وأمته. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فيقول الله تبارك وتعالى لكم، أي لأمة محمد: هل تشهدون لنوح؟ فنقول: نعم. فيقول الله تبارك وتعالى: وكيف تشهدون لنوح وأنتم لم تروا؟ فيقولون: جاءنا نبيك فأخبرنا في قرآنك أن نوحا قد بلغ قومه فآمنا به وصدقناه.
فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فتشهدون لنوح وأنا أشهد على شهادتكم والله يشهد على شهادتي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. من هول الفزع هم يعلمون، ولكن الفزع جعل عقولهم تختلط، فقالوا: لا نعلم، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ثم يذكر الله تبارك وتعالى منته على عيسى بن مريم عليه السلام: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، إلى آخر الآيات. الله تبارك وتعالى من على عيسى بنعم كثيرة. من عليه بأنه قد خلقه من غير أب، ومن عليه بأنه أنطقه وهو رضيع فشهد لنفسه وشهد لأمه، وقبل ذلك شهد لربه. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. ولم يقل بوالديه لأنه لم يكن له أب، ولذلك ما فيش آية في القرآن كله ربنا بيقول فيها وإذ قال عيسى لقومه، لأن دول مش قوم ولا أهله. وقومك وأهلك يبقى من ناحية الأب، وهو ملوش أب، صح ولا إيه؟ في وإذ قال موسى لقومه، لأن هم أهله، موسى بن عمران. لكن سيدنا عيسى ما فيش كلمة لقومه دي، ليه؟ ملوش أب، يبقى هم لا قوم ولا أهله. ولكن كان يخاطبهم: يا بني إسرائيل، هكذا كان يخاطبهم. ثم إن الله تبارك وتعالى من على عيسى أنه يحيي الموتى بإذنه، بل وإنه كان يأتي بالطين فيشكله على هيئة طائر، ثم يدعو الله تبارك وتعالى فتنفخ فيه الروح فيطير بإذن الله. القادر من؟ سبحانه وتعالى. ويبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه هو الأعمى والأبرص. طب وحكاية الأكمه والأبرص وإحياء الميت دي كانت عشان إيه؟ كانت علشان الناس اللي كان فيهم سيدنا عيسى كانوا بارعين في الطب، فربنا يتحداهم في مجال تخصصهم. البرص اللي انتم مش لاقيين له علاج سيشفى صاحبه، العامة اللي انتم مش لاقيين له علاج سيشفى الأعمى وينظر ويرى. طب الميت، في حد صح ميت قبل كده؟ ما حصلتش إلا في موضوع بقرة بني إسرائيل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. عيسى أحيا الميت، وقيل أنه أحيا سام بن نوح، أحياه. فلما أحياه قام بين يديه وهو بين الناس، فقال له: من أنت؟ قال له: أنا سام بن نوح. قال له: أظنك قد مت من آلاف السنين. قال له: نعم. قال له: فلم بعثتني يا عيسى؟ كنت أظن أن القيامة قد قامت، ده أنا أظن أن القيامة قامت وأنا بعثت. فقال له: بعثتك لأن بني إسرائيل قد أرادوا ذلك مني فأحييتك لهم بإذن الله. فقال له سام: إذن فلتتركني أموت وأرجع إلى ما كنت عليه. فقال له: ولم؟ فقال له: لأنه قد مرت علي آلاف الأعوام ولم تذهب مرارة الموت من حلقي، فمش عايز أجرب الموت تاني. الموت ده مش عايز إيه؟ مش عايز أجربه تاني. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وربنا سبحانه وتعالى من على سيدنا عيسى بالآيات اللي أعطاها ليه علشان تشهد على رسالته أمام من؟ أمام بني إسرائيل. حتى الحواريين دول كانوا منا من الله على عيسى. خلت لك ناس يجووك ويشدوا عودك قدامهم عشان انت كنت وحداني وسطيهم. وإذ أوحيت إلى الحواريين، أوحيت
هم الحواريين دول انبياء عشان ربنا يوحي لهم؟ قال لك لا، ده وحي الهام، مش وحي عن طريق جبريل، لا لا لا، مش وحي الرسل اللي احنا عارفين، لا، ده وحي ايه؟ الهام. واوحى ربك الى النحل، ده وحي ايه؟ الهام. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، ده وحي ايه؟ وحي الهام، مش وحي نبوه. واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسول، يعني قذف الله بنور الايمان في قلوبهم فامنوا بعيسى وشهدوا بانهم مسلمون. ثم تاتي بعد ذلك قصه المائده. يا ترى ماذا سيحدث؟ هذا ما نعلمه في ليله غد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونسال الله تبارك وتعالى ان تكون ليالي رمضان ليالي خير وبركه ويمن ونصر للمسلمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. آمنوا كتب عليكم الصيام ولن نكون في كل شيء وسطه، وكلوا واشربوا ولا صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه له في شعبان تحدث غفلة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.